السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا مش زعلان من الأهلي؟ ومين فينا مش زعلان من مجلس الإدارة؟ ومين فينا مش زعلان من اللاعبين؟ ومين فينا مش زعلان من بعض الجماهير؟ اللي حصل كتير ويزعلنا كأهلوية، لأننا مش طربشات أي حد بيبيع لنا الوهم. الأهلوية طول عمرهم معروفين بأنهم بيفهموا كورة، ومعروفين هم رايحين فين وجايين منين. مش احنا اللي شوية اعلام مزيف هيبيع لنا الوهم ويفهمنا ان 2 سوبر وضياع 4 دوري وعدم الصعود لدور الثمانية ولا قبل النهائي والنهائي في بطولة افريقيا والخروج من الادوار الاولى وان نكون حصالة المجموعة هو شرف عظيم. بيبيعوا الوهم للبعض ويقنعوا البعض أن هناك أندية وأشخاص هم أصحاب البطولات المزيفة، وإن الأهلي ومجلس إدارته بيقعوا. شيء يدعو للسخرية والاستهزاء، كلام لا فيه أي نوع من أنواع العقل والمنطق. مين يزعل أكتر؟ الفريق اللي آخر 4 سنين هو بطل الدوري، الفريق اللي آخر 4 سنين بيلعب 2 نهائي حتى لو ما حصلش نصيب وفاز بالبطولة، الفريق اللي دايما بيخلص بطولة الدوري من الدور الأول، ولا اللي كل سنة يلطش له كاس ولا سوبر ويخسر سوبر 3 ويكسب سوبر بضربات الترجيح؟ لو النادي الأهلي النهاردة هو في المركز الثالث في الدوري العام وفارق عن الزمالك ب10 نقط، مش ب14 ولا ب17، والأهلي كسب 6، جمهوره هيفرح بالفوز بنتيجة المباراة، هيفرح لأن ده المنافس الحقيقي في الدوري. لكن الجمهور هيطبل ويهيس والإعلام هيوصف إن النادي الأهلي هو أقوى نادي في الدوري. يا جماعة احنا العيب من عندنا، احنا العيب فينا احنا ان احنا ما كسبناش مباراة مع فريق محترم، ولكن كان سهل جدا تكسبه 3 و4. انت في اول 6-7 دقايق لو جونين جم كانت بقت حفلة. لو بعد 1-1 وقبلها اتحسبت ضربة جزاء وليد سليمان ولا الكورة بتاعت قفشة لو دخل الجون كنت تتفرج على ماتش تاني. النهاردة اعلام مهزأ، اعلام مدفوع الاجر، عاوز يوصل للاهلاويه ان الاهلي بينهار. الاهلي بينهار وهو اول الدوري بفارق 14 نقطه. الاهلي بينهار وهو ذاهب الى قبل نهائي بطوله افريقيا. لو هما مع بعض الناس التانية ولا مع الاشخاص التانية ولا مرتضى كان عنده حق في اسلوبه معاهم ونجح في التعامل مع هذه الاشكال الضالة، اللي طلع لواحد قال له انت عارف احط العصاية فين، وطلع للتاني قال له تنام على بطنك زي خالك، كانوا هيقولوا الاهلي حلو والزمالك حلو والاهلي كسب والزمالك كسب والخطيب جميل ومرتضى جميل. لكن واضح ان اسلوب مرتضى منصور اسلوب صح في التعامل مع البعض الذي لا يحترم نفسه اولا ولا يحترم الجمهور اللي بيدفع له مرتبه ثانيا. النادي الاهلي عنده اخطاء، مجلس الادارة عنده اخطاء، التعامل مع بعض اللاعبين لازم يكون بمنتهى الحسم عن هذا الشكل. في ليه بتسيب اللعيبه لغايه ما يتبقى لها اسبوعين في النادي وتقول له تعالى جدد، وتعامله على انه انسان عاقل وراشد مش هيشوف 50 جنيه زياده هيجري عليها؟ النهارده قبل ما يخلص سنتين عقده زودوا قرشين في السنتين وحط له قرشين زياده في ال3 سنين الجايين ويبقى عقده 5 سنين. ليه تصبر عليه لغايه ما يبقى خلاص؟ لكن لما يبقى عارف ان قدامه سنتين هيلعب في النادي وجمهور النادي مش هيسيبه واعلام النادي مش هيسيبه هيمضي على بياض. مش كل الناس بتعامل بالاحترام والتقدير. اما كدابين الزفة، اما حرامية الفلوس، اما اللي بيجروا وراء اسيادهم،
دول في النهاية لا شيء، صفر على الشمال، ولن يحركوا جمهور الأهلي. جمهور الأهلي فض عصبيته يوم المباراة وانتهت، ووقف ورا مجلس إدارته، وهيقف ورا لاعيبته، وهيدعم الفريق، وهينتظر الفريق ده ياخد خطوة لقدام، والتعامل هيكون في نهاية العام. النهاردة انت بتلعب مع عصابة، انت بتقابل عصابة بتبعد لك محمود كهربا عن النادي. بدون، هو محمود كهربا عمل ايه؟ محمود كهربا سب مين ولا شتم مين؟ ولا محمود كهربا ضرب مين من غير كورة ولا مسك في حكم؟ هو محمود كهربا عقوبته ايه اصلا؟ محمود كهربا عامل ايه؟ دخلت حطيته زي واحد امام عاشور، الزمالك ما بيتعاملش معاه ولا بيلعب 5 دقايق في المباراة، وحطيت كهربا ورضيت اسيادك وخلصنا على كده؟ استنيت رمضان صبحي خرج مشي، وكهربا وحسين الشحات عملية، ولقيت التشكيل كله رايح، فيلا هو بيلعب. النادي الاهلي يزعلنا كجمهور، لان احنا جمهور واخد على المكسب، لكن انت عاوز تقنعني انا اول الدوري بفارق 14 نقطة، ومرة تقول الاتوبيس عطلان وما تجيش، والمرة التانية تقول اللعيبة كلها عندها كورونا عشان ما تلعبش، ان انا اللي خايف العب، ان انا اللي فريقي ضعيف. ده انت والفريق ناقص 10 لعيبة من الاساسيين غير 7 تانيين، يعني الفريق ناقص 16 ولا 15 لاعب. انا راكبك في الملعب رايح جاي، ولولا الاهداف اللي بالحظ، والاهداف اللي كان فيها نسبة كبيرة جدا 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 من التوفيق، واخطاء لاعبين ما يغلطوش الغلطات دي، والكرة مش عاوزة تخش جون، ومع ذلك الفريق عندنا فيه مشاكل ونعترف بيها. ما وقفناش عند الحكم اللي كان ناقص يطلع يدي الانذارات لمجلس الاداره اللي في الملعب وبيحجم اللعب. ما وقفناش عند الحكم اللي ما حسبش ضربه جزاء. ما وقفناش على الحكم اللي ما طردش فيصل في ضربه للاعب بتاع الاهلي ياسر ابراهيم. ما وقفناش عند كل الكلام ده، بالعكس، لان احنا مش جمهور موزع عشان نحطها في لاعب ولا نحطها في حكم ولا نحطها مش عارف في ايه. احنا جمهور بنفهم كوره وبنقدر كوره زي باقي جماهير مصر كلها. فالنهارده قلنا العيب من عندنا، لكن انت تطلع تستعمانا. هو الزمالك ده لو بيراميدز كمل شويه وخد تاني ولعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، يبقى الزمالك خرج من الدوري بفضيحه، ما وصلش لدوري ابطال افريقيا، خرج بالسوبر، بطوله شرفيه. هو كده ده احسن نادي وده رئيسه احسن رئيس؟ والفريق اللي بقى له 4 سنين بياخد الدوري، حتى يوم ما ركبت الدوري الاهلي ركب الدوري وركبك. هي بقت القصه كده. كفايه بقى فضايح وكفايه عيب. المره اللي فاتت بعتوا نفسكم وجري في جري في جري، والناس بدات تتناسى وخلصنا والموضوع انتهى. هترجعوا تاني تنفذوا مخططات واطاحات؟ ايه هي قصه حكايه؟ هي خلاص الدنيا كلها فضيت، ما وراكوش غير الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته. ما كفايه علشان الجمهور طق من الكلام ده. الجمهور ما بقاش عنده مناعه وحصانه للكلام اللي بيتقال ده. مش النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط اللي هيتعامل بيه ده؟ خسرنا الدوري اللي بقى فارقين بينه 14 نقطة ورا محمود الخطيب. خسرنا لان طالما كلكم اتجمعتوا علشان تقضوا على الخطيب وسيد عبد الحفيظ، يبقى الخطيب وسيد عبد الحفيظ اللي فيهم المنفعة. انت عارف انتوا لو بعدتوا وسبتوا الجمهور حزين من المباراة يفك في مجلس الادارة كان فكوا، لكن انتوا اللمه العصبجيه اللي انتوا لمينها دي هتخلي الناس تتكاتف اكتر مع مجلس الاداره. يبقى انتوا ما تفهموش جمهور الاهلي. جمهور الاهلي عنده من البطولات المئات. جمهور الاهلي اوعى واكبر من كده. جمهور الاهلي بيحافظ على الكيان، ولو عنده حد من ولاده اخطا هيحاسبهم. اوعى تفتكر لو الخطيب نفسه اخطا مش هيتحاسب، لكن في الوقت اللي يحدده جمهور الاهلي، مش يحدده شلة منتفعين. افهموا الكلام ده كويس قوي، وتطلعوا تغنوا لان احنا غنيتوا زمان وصدقناكوا واتفضحتوا واتكشفتوا. شوية عرر الفلوس بتوديكوا يمين وشمال. الخطيب بيدفع تمن احترامه. الانسان دايما بياخد تمن احترامه.
واللي بيدفع تمن هو اللي مش محترم، المفروض هو اللي يتحاسب على كلامه. لكن النهارده انتوا اقنعتونا انكم ما تمشوش الا بطولة اللسان وبالعصايه وبالسب والشتيمه وبالاهانه، عشان تطلعوا تقولوا ده حلو وده حلو. حتى اللي ملوش رأي نطق، حتى اللي بيطلع يغني ويطبل السلام من السلام للمعادي نطق. الاهلي اكبر منكم بكتير، والخطيب اكبر منكم بكتير. ومش علشان احنا بنعرض للخطيب ولا احنا، اي حد غلط هيتعاقب، لكن في وقت للعقاب، في وقت. الاهلي او احنا تعودنا ان احنا ننصر فريقنا وننصر ادارتنا، وبعد كده نقف في اوضه مقفوله ونتحاسب. ما تعودناش نقل من اللي مننا ابدا، واللي لعب واجتهد ودافع عن الفريق كتير، اللي تاريخ جزء كبير من تاريخ الاهلي في اسم بيبو. القصه اكبر من كده، القصه اكبر من كده بكتير. هتنكشفوا وانكشفتم وبنتم، والاهلي ان شاء الله باذن الله مستمر، وان شاء الله باذن الله يكون ربنا شايل الخير للاهلي في الدوري ودوري ابطال افريقيا. وبعد كده كل واحد غلط هيتحاسب، كل واحد غلط هيتحاسب. اوعى تفتكر الدنيا بتبقى لحد، الدنيا في لحظه بتقلب، في لحظه بتقلب، والحق بيجي مكانه والباطل بينزل تحت. اوعى يبقى انت كده ما عندكش ثقه في الله. الغلط مهما استمر هيقع، والصح مهما تعجز هيكمل وهيستمر للنهايه، وهنرجع لاماكننا، وهنرجع ننور الشاشات مره تانيه. لان اللي بيعرض لو استمر هيستمر شويه، وفي الاخر تمنه تمن جزمه غاليه شويه.